الفيوم من أقرب وأجمل الأماكن القريبة جدا من القاهرة، حوالي ساعة ونص أو ساعتين في طريق محاط ببحيرة قارون وأراضي زراعية جميلة جدا. الفيوم كمان مليانة أنشطة وأكتيفيتيز كتيرة جدا ممكن تعملوها، بس أهم حاجة أول ما تروحوا تعدوا على قرية تونس أو تونس فيليج. القرية موجودة في طريق وادي ريان، والناحية التانية من القرية بحيرة قارون. ومن اشهر الحاجات اللي ممكن تعملوها هناك هي ان انتوا تجربوا مطعم ايبس كوكينج سكول. المطعم ده كل ما اجي، انا تقريبا جيت المطعم ده حوالي 6 مرات، ومره جيت صد رد بس عشان اكل الاكل. المطعم ده مطعم معمول من عيله سويسريه، هم اصلا كوكس، جم عملوا كوكينج سكول هنا وفتحوا المطعم ده اسمه ايبس. المطعم ده اكله مش عادي زي ما انتوا شايفين، هو مش بس شكله، هو بجد اكله تحفه. بيعملوا انترناشونال كوزين وبيعملوا كمان حاجات مصريه. دي من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها. انتوا عارفين قد ايه بحب السالاد. السالاد دي خطيره، فيها جوت تشيز، سان دراي توميتوز، الموندز. هي كان شكلها احلى من كده بس انا بوظتها. دي بيتزا بالجوت تشيز عليها سان دراي توميتوز خطيره، ودي البيكاتا السبيشال بتاعتهم. بجد الاكل خطير، لازم تيجوا تجربوه. الاسعار بتاعتهم في 2024. الحاجة اللي شهرت جدا الفيوم هو الفخار. هنا الفيوم معروفة جدا بان هما بيعملوا حاجات فخار مختلفة خالص عن اي مكان تاني في العالم ممكن تروحوه. المكان هنا ده جنب بالظبط المطعم بتاع ايبس، عندهم كمية حاجات خطيرة فخار ممكن تشتروا منها، وممكن كمان تتعلموها في السكول بتاعتهم بتاعة تعليم الفخار. يعني بصوا، من اول الكوبايات لحد حاجات كتيرة قوي ممكن تستخدموها في البيت، اطباق، اكسسوارز، شكلها خطير. تعالوا اوريكم بسرعه ايه الحاجات اللي موجوده في السكول بتاعتهم. وكمان من اشهر الحاجات اللي ممكن تعملوها في قرية تونس هي ان انتوا تتعلموا ازاي تعملوا الفخار، والتعليم بيبتدي من 100 جنيه للشخص لحد 250 جنيه على حسب المدرسة اللي انتوا رحتوا لها. واحنا ماشيين في تونس فيليج لقينا مكان معروف جدا اسمه كوم الدكة. ده فيليج تقدروا تقعدوا فيها كإقامة، وكمان تقدروا تيجوا هنا تتمشوا تشوفوا المكان الخطير اللي كله زرع زي ما انتوا شايفين، بحاجات مختلفة كتير، ليمون، نعناع، رمان، حاجات كتيرة قوي خطيرة. وكمان بيبص على بحيرة قارون، فتقدروا تقعدوا هنا كإقامة، وكمان تقدروا تقعدوا هنا في المطعم. تعالوا اوريكم المكان. شجرة الزيتون بازوروميا. ايه ده؟ يعني ايه بازوروميا؟ وده الريستورانت بتاع كوم الدكة، شكله خطير. وبصوا يا جماعة هناك خالص في فارم، احنا عايزين نروح نكتشفها. تفتكر تزرع البازل؟ انا بحبه قوي، انتي نجيب. بنتجه دلوقتي على الفارم. المكان هنا تحسوه هاب كده، يعني اللي هو مش بس مكان اللي هو حاجة مقفولة على الناس اللي قاعدة فيها، لا هو عادي مفتوح، في سبيس ممكن تتمشوا. يعني دخلنا عادي، احنا ما عملناش اي حاجة ولا كنا في مطعم ولا اي حاجة، وهم عادي يعني محدش قال لنا اي حاجة، داخلين على الفارم بتاعتهم وعادي برضه. المكان كمان بيعمل اكتيفيتيز لذيذة جدا للكبار والصغيرين، زي تعليم الزرع او قطف الخضروات من المزرعة بتاعتهم. واحنا قررنا ان مفيش مكان احسن من الفيوم نتعلم فيه ازاي نزرع. طب وتعليم الزراعة بتعلم زراعة ايه بالظبط؟ تعليم الزراعة فيه طماطم، فلفل، شطة، كابوتشا، نعناع، ريحان. بتزرع الزرعة في الأسرية دي وتاخديها معاك. فقررنا ان احنا نتعلم ازاي نزرع، وانا هعمل بيزل وعلي هيعمل نعناع. يلا بينا. احنا المفروض نهتم ازاي بالنعناع والريحان في البيت؟ الاهتمام بالزرع دلوقتي حضرتك اهم شيء المية، بس اهم شيء موضوع المية لازم تكون بمقدار. يعني ما نحطش مية على الارض الطينيه الا لما الارض بتاعتها تنشف، عشان ما تعملوش عفونه والزرع يصفر ويموت معايا. ما ازرعش، ما احطش ميه تاني الا لما احس الارض نشفت خالص. ده من ناحيه الميه. نيجي بقى اهتمام بالنعناع. النعناع ما اخليش يعلى معايا، كل ما يعلى اقطف منه ايه؟ اقطف اللي يعلى معايا، حتى لو هنشفه. اوكي. لو هنشفه عشان كل ما اقطفه كل ما يطلع يجدد معايا، يملى الايه؟ المكان كله. عايز انقل منه برده تاني، باجي مثلا بالسكين مثلا واجي ايه؟ قاطع منه حته بالجدر من تحت بالطين،
مم. من من تحت واجي واخدها واجي حاططها في مكان حته تاني تلاقيها برضو اشتغلت معايا بنفس القصه. الحته اللي فضلت دي اجيب لها كومبوست واجي اردم مكانها تلاقيها اشتغلت معايا برضو بنفس الايه البرنامج. ده من ناحيه النعناع. نجي للريحان. الريحان مش تجديده بقى من الارض، لا من فوق. كل ورقه من دي بتطلع غصن ناشف زي ده. يعني انا قطفت ده كده من هنا هتلاقيها جددت معايا تاني، بس ما اقطفهاش لما حسيت ان هي علت نفس اللي احنا شفناها هناك كده. دي شوف الشجره كبيره قد ايه، برضه نفس البرنامج. وبرضه نفس الري النعناع. ما احطلهاش ميه تاني بقى كده. ما احطلهاش ميه تاني الا لما ايه؟ الا لما الارض تنشف، حتى لو ما نزلش منين؟ ما نزلش من تحت. ليه كده كده الشويه دول هيبقى ايه؟ هيبقى عبل ما ينزلوا هيشربوا الايه؟ الكمبوست كله. فهمت. يبقى ولا خدتوا ميه كتيره ولا ميه قليله. علي عايز كول سلو فراح يدور على كرومبة الكول سلو. نورت خلاص اهي. بنقول له ان عليها استبقى تحقن. شوف هي كده خلاص ده الغطا بتاعها. هشوف اللب اهو. ده اللب تحت. انت فاهم ازاي؟ غريبة جدا ده عباد شمس. هو عباد، شفت عباد السوري؟ اللب السوري هي نفس الشجره. نفس الشجره بس بيختلف في اللون. شكتها مخططه للبايه بتطلع مخططه. ما هو في منه 3 انواع. الابيض ده ماشي. الابيض ده والاسود السوري امسك، واللب السوري واللب الاسمر. دي طماطم شيري. طماطم شيري لازم تشد على سلك عشان ايه؟ مش زي الطماطم الارضي. دي طماطم ارضي. ده جزره بس لسه صغير. ايه ده لسه صغير. ده شبت. بس دي بقى الشبت يعني ده شبت بذور. وشوف بقى كل عين من دي بتطلع شبتايه صغر زي دي. وبعد الجولة الخطيرة اللي احنا جبناها دي، تعالوا اوريكم احنا جبنا ايه. فلفل اخضر، بصل اخضر، نودلز جزر بس اللي هو اللي لونه بيربل، كمية شيري توميتوس تقريبا. علي خد كل الشيري توميتوس اللي في المزرعة. بقدونس اسمها ايه وشبت. بقدونس وشبت ريحتهم فظيعة. لا بجد ريحتهم تحفة، جميل قوي. جرجير، طماطم عادية، وكرومبا اللي هي بتاعت الكول سلو اللي هي لونها ابيض دي. بصراحة كانت من أحلى الأكتيفيتيز اللي عملتها في الفيوم، وبجد رجب كان من ألذ الناس وأكتر الناس اللي علمتنا عن الزراعة. قررنا بعدها نروح نركب مركب ونشوف بحيرة قارون، واحدة من أقدم البحيرات المالحة في العالم. رحلة المركب في بحيرة قارون بتاخد حوالي ساعة، وبتكون تكلفتها على حسب المكان اللي هتروحوا منه، بس أنا كلفتني 250 جنيه للشخص. وآخر حاجتين ممكن تعملوهم بس لازم تكونوا موجودين في الفيوم يوم أو أكتر، هي رحلة الساند بوردنج في الماجيك ليك. ولو عايزين تقضوا ليلة أو ليلتين في الفيوم ففي أنواع كتيرة قوي من الإقامات هناك. في جلامس أو أكواخ زي اللي موجودة في لاك موريس، اوتيلات لذيذه جدا زي لازيب ان، وكمان اير بي ام بي زي واتر سايد لوفت. وهتلاقوا كل الحاجات دي حاطه لكم اللينكس بتاعه الحجز بتاعها في الديسكربشن بوكس. واشوفكم في المغامره اللي جايه.